السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة يوميات زوجة بسيطة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل لكم الكشري المصري على اصوله، وعملت ليا وللجيران، يعني انا عملت ليا وجيراني وجيران الجيران. تمام يا قمر انت وهي. طبعا بقى وعملته كله بكل حب وروقان وطاقة كده ايجابية. شايفين الجمال؟ وكل حاجه لوحدها، مش كشري الحله الواحده ده ما بعتقدش انا في كشري الحله الواحده ده. هتقولي لي ليه؟ هقول لك كده، ما اعرفش، هو كده اتعودت ان الكشري المصري اللي على اصوله يكون كده كل حاجه لوحدها. بالدقه بقى بتاعتنا الجميله والحاجات المسكره بتاعته المبدعه دي. يا رب بس يكون الوصفه ان شاء الله اللي هعملها لكم دي تعجب حضراتكم و... وتنال اعجابكم. وما تنسونيش في اللايك والشير. يلا بقى بينا هنبتدي باول حاجه كده، الحاجه اللي بتضايق دي، اللي هي مثلا، لا ده اول حاجه احنا هنعمل الصلصه. انا بحب اعمل الصلصه بحوالي بصله كده كبيره او بصلتين، ومعاهم راس توم. هتقولي راس توم كتير؟ ما انا بعمل صلصه كتيره عشان انا قلت لكم بعمل ليا وللجيران. ما تنسوش الكلام يا جدعان، بعمل ليا وللجيران. فهحط كده بقى إيه معايا بصلتين هيبتدوا يصفروا كده، واحط عليهم حوالي راس توم. هنقلبهم كده في بعض لغايه ما يصفروا ويدونوا اللون اللي هو الذهبي الجميل المسكر ده. وبعد كده بحط عليهم حوالي 2 كيلو من عصير الطماطم. والطماطم كمان كنت سلقاها. يعني ايه كنت سلقاها؟ يعني كنت حطاها على النار شويه، وبعد كده في شويه ميه، وبعد كده ضربتها في الخلاط. انا هنا بقى بقول لكم انا بسلق العدس، يعني سيبكم العدس دلوقتي. هتصفر كده البصله شويه مع التوم، وبعد كده هضيف ال2 كيلو عصير الطماطم. هنتبلهم بايه بقى؟ بتوم بتاع دونت بكمون فقط وملح. تمام. ولو عندك مكعب مرق. انا هنا بقى هسلق العدس ده بشويه من الكمون وشويه ملح. تمام كده يا قمر، وما تهرهوش قوي. وهنبتدي بقى بالحاجه الصعبه بقى اللي ايه ده لو اتعملت خلاص هو الكشري اتعمل. البصل. جبت حوالي 2 كيلو ونص كده من البصل و... وقطعتهم كده، قطعهم بالطريقه اللي انت بتحبيها يعني. وبعد كده حمرتهم، وطبعا تبلتهم برده بشويه كمون صغيرين، ومعاهم شويه ملح برده، وما كتريش الملح. قطعت هنا رغيفين بعد البصل، وعملتهم بالطريقه الجميله المسكره دي. ده عيش، ده عيش يا جدعان. معايا بقى هنا ميه للمكرونه اللي انت هتعمليها بقى. شوفي مكرونتك بقى الجميله المسكره ديت وهتعمليها بقى بطريقتك اللي انت عارفاها، يعني تسلقيها بس ما تسلقهاش لدرجه ان هي تعجن منك يعني. شويه ملح كده صغيرين وشويه كمون. الحاجات دي ما بتديها شويه الملح الصغيرين بتاعه وشويه الكمون بتفرق معاكي جامد يعني. تمام كده، وهتقلبهم كده في بعضهم. انا كده حطيت اللي هو العيش المتحمر لوحده، والعيش والبصل لوحده. بعد كده بقى معايا كيس من الشعريه. هبتدي احمر فيه واخليه اللون اللي هو الدهبي ده للرز. اللون الذهبي اللي يبقى معانا الجميل ده اللي انتوا شايفينه. بعد كده بضيف عليه الكميه اللي انت عايزاها من الرز. انا حطيت حوالي كيس من الشعريه، مش كيلو، لا كيس من الشعريه. هقلبهم كده في بعض، وبعد كده احط لهم الميه والملح بتاعه، واسيبهم بقى لغايه ما يتشربوا في بعض كده ويبقوا تمام التمام. انا هنا كده خلصت الصلصه بتاعتي. شايفين الجمال والروقان والحلاوه. وده الرز بتاعي بشعريه، شايفين؟ وده المكرونه بتاعتي الجميله المسكره. دي 3 انواع من المكرونه، وده العيش اللي هو ده. شايفين بقى العدس عامل ازاي، ولا البصل حاجه كده فاخر من اخر. وكمان الحمص، صدقوا نسيت اوريكم الحمص. دي الدقه بقى بتاعتي، ودي كانت الشطيطه. انا عملت الدقه عباره عن توم وخل وليمون. لا، توم وخل وملح وميه وكمون. هو ده بس انا بقى بعمل الطبق بتاع ده، الطبق بتاعنا بقى المفضل بقى. الواحده كده اول ما تستفتح كده تستفتح، والله كان نفسي ان هو يبقى بتاعي بصراحه يعني، بس الاول طلع من نصيب حد تاني يعني. ما شاء الله بألف هنا. انتوا عارفين كما عودناكم ان احنا ما بنعملش الاكلات الحاجات دي من غير حبايبنا. فكما عودناكم يعني ان احنا لحبايبنا وجيراننا وجيران الجيران كالعاده يعني. ناهد ما بتعملش حاجه بتاكلها لوحدها. وده الحمد لله ربنا يديمها عليها نعمه يا رب، ويزيدنا من فضله. واهم حاجه حب الناس للواحده يعني، وان هي بتعمل الاكل بحب و... ويا رب يا رب يدومهم نعمه في حياتي. كل اللي بيحب ان انا اعمل له حاجه بايدي وبياكلها من ايدي، يجعلها بالف هنا والف صحه عليه يا رب، وجعلهم كده سند لينا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. شايفين بقى الجمال؟ وبس المخللات ما كانتش عاجباني قوي يعني، بس مش مهم مش مهم. المهم ان انا اقول لكم بقى بعد ما اكلت الاكل ده يعني اجرك الله. المفروض كنت اروح المستشفى يعني. لايك وشير بقى ليوميات زوجة بسيطة. باي باي.